ساليت. انا ساليت كلامي، رانا قلت لك المفهوم ديالي انا عطيته لك. انا سالتك فقط ماذا تعرف عن قضيه الصحراء الغربيه. سالتك عن هو شوف انت ما خليتني نتكلم. تكلم انا ما ندخلش. انا سؤالي كان فقط عن قضيه الصحراء الغربيه، ما علاقه سؤالي انا بالجزائر وليبيا وموريتانيا فرنسا فلسطين العراق. انا سالتك انت كشخص ماذا في جعبتك حول قضيه الصحراء الغربيه. بس معليش انا جاوبتك على قضيه الصحراء. انا قلت لك الصحراء كنعرف انا من الستينات ومن السبعينات الصحراء مغربيه. بماذا؟ المغرب والصحراء ديالو وفي الصحراء. بماذا؟ نعم مغربيه بماذا؟ كيفاش بماذا؟ بماذا هي مغربيه؟ باش وشنو هي المعنى ديال بماذا؟ انت قلت لي عن هذه الصحراء مغربيه. هادشي اللي كنعرف انا من صغر ديال السن ديالي كنعرف. لما نقول لك بماذا وإلا كنت مانك فاهم بمعنى كلمه لماذا، طيب نقولها لك معنى اخر. هل يمكن ان تقدم لنا دليل يثبت على ان هذه الارض مغربيه؟ وهذا السؤال غادي تطرحوه على نفسك. بان هذه الصحراء نطرحها على نفسي. انا لم اقل على انها مغربيه. انا ما قلت عنها مغربيه باش نطرح السؤال على نفسي يا شريف. انا لم اقل على انها مغربيه حتى اطرح السؤال على نفسي او الزم نفسي بان اتحلى ببساطه الجرأه في ان اجد دليلا على مغربيه الصحراء الغربيه. اللي قال عنها مغربيه انت اعطيني دليل. انا نعطيك التاريخ ولا الدليل هو التاريخ؟ اعطينا التاريخ يلا تفضل. اوكي، المرابطين شكون هما؟ تسالني انا ياك؟ انا عطيتك راه هما المرابطين فين كانوا؟ واش تسالني انا ياك؟ كنسالك هذا السؤال. المرابطين موريتانيين. موريتانيا فين كانت؟ موريتانيين. المرابطين موريتانيين. كانوا يحكموا المغرب. كانوا يحكموا المغرب وحكموا الى الاندلس. هما اللي كانوا يحكموا. نعم. والمغرب كان تحت القياده ديال موريتانيا. نعم. تحت المرابطين. نعم. او العباسيين كانوا يحكموا موريتانيا، كانوا يحكموا المرابطين. العباسيين اين كانت تنتهي حدودهم جنوبا؟ ولاني واش كانوا يحكموا في موريتانيا ولا الاخ صالح؟ انا جاوبتك على المرابطين. هو انا عطيتك السؤال. هو اسمعني. يلا سير يا اخي كريم، شويه ديال الاستماع، شويه ديال الاحترام. انا نبغيو حنا نفهموا. هو انا باغينا نفهموا، كنتاش غتفهموا انت ما غاديش تسمعني. انا كنسمعوا. اوكي، قلت لي العباسيين ياك؟ اييه. اين كانت تنتهي حدودهم جنوبا؟ اييه. جا سالتك قول لي فين كانت كتنتهي الحدود ديالهم جنوبا؟ ورا العباسيين راه كانوا مستولين على جميع الاراضي من داخلين حتى الجزائر. جنوبا ولا اتحدث شرقا. الجنوب راه كلها الصحراء يا استاذ الكريم. حدودهم جنوبا اين انتهت؟ ما عرفتش فين بلاصه انتهت. مانكش عارف؟ لا ما عارفش. الادارسه فين انتهت الحدود ديالهم جنوبا؟ ما عارفش. الموحدين فين انتهت الحدود ديالهم جنوبا؟ لا انا ما عارفش، انا حيت ما قاريش التاريخ. هو خلاص، وكيفاش انت ما قاريش التاريخ وباغي تعطيني انا دليل تاريخي يثبت مغربيه الصحراء؟ انا اللي كنعرف انا ان كنعطيك السؤال. كنعرف البيزنطيين دازوا في المغرب لوين. يا اخي الكريم، يا اخي العلويين، يا البيزنطيين. ولا غير بغيت واشريف بغيت نفهمك. واش كانت هذه موريتانيا دوله؟ واشريف وراء المملكه المغربيه الشريفه لا وجود لها قبل 1956. اييه المغرب ما كانش عنده وجود ديالو. اسمعني نقول لك. اسمعني نقول لك. منين نعطيك انا كلامي. واخا واش كان سميتو هو قبل 56؟ شريف انت باغي تسمعني ولا باغي تجادلني؟ يلا سير انا ما نجادلكش. كنصنتوا بعضياتنا. هكا الله يرضي عليك. مرضى الشيخ على البطيخ قال 10 قال بسم الله.
اسمعني. ياك 6 بريال 6 بريال هو كانت 6 ريال. راه باقا. لا شريف لا شريف. ولين الريال ماشي مغربي، الريال سعودي. وترى الهندي وما تشدو 6 ريال. والهندي ما بقاش. هو قولها لك. تراك عرفتي علاش. راني عارف علاش. حيث حل وما جبرك كتاش ينزل. اسمعني الله يجازيك. ما وحلش، راه باقي ما واحلش. واسمع اسمع. كنسمعو كنصغر كاسير. راه غتعلق فين تفلق مع حمدي. حمدي راه ما عندك ما دي منه. وانت اش غندي منك؟ واش انا باغي ندي منك؟ واسمع عرض. واسمع وراك غير قاعد كدوي وحدك خو. وكتقول لي ندي منك هذه واسمع. يلا تكلم. المملكة المغربية الشريفة، هذا المصطلح يعطيك تسمع به يعني. كنسمع. لا هذا المصطلح ديال المملكة المغربية الشريفة كنسمع من بكري. لا وجود له قبل 1956. عطينا في شي بروف لينا ما كانش سيدي موجود هذا المغرب. نعم لما دهت العلويين بالفرنسيين والإسبان كانوا يحكمون إمارتين تسمى بإمارة فاس ومراكش. اش من تاريخ هذا؟ 1912. 1912. هو اسمعني باش نكمل لك. احنا كنصنتو لك. زيد سيدي. وكانوا يحكمون إمارتين، إمارة فاس ومراكش. وكانت تسمى ببلاد المخزن. بلاد المخزن. واسمها المعروف الأيالة الشريفة. وباقي البلاد تسمى ببلاد السيبة. بلاد السيبة. سيبة. أيوة بلاد السيبة. أوكي. وكانت هذه اللي تسمى بلاد السيبة تهدد حكم العلويين. كان عندها شي قائدة بلاد السيبة. نعم. شكون هو القائد ديالها؟ في 1912 المجاهد أحمد الهيبة، رجل من موريتانيا، وبايعه المغاربة سلطانا عليه. بايعوا من المغرب بايعوه باش يكون سلطان على المغرب. نعم. واش احنا كاع ما قرينا في التاريخ هادشي. لأنه التاريخ الناس تقرأ التاريخ وأنتم قرأتم التاريخ. التاريخ. نعم. البطيخ. المهم أنا نتكلم معك بشكل محترم. كان حيت كتقول دابا التاريخ يعني. نعم هذا هو الحقيقة. مزيف. نعم لما أقول لك كلمة التاريخ فهذا يعني على أن التاريخ الذي تدرسه أنت هو ليس بتاريخ، هو تاريخ مزيف ما أنزل الله به من سلطان. يا دابا حنا تحت الإمرة ديال موريتانيا. نعم من المرابطين للمجاهد أحمد الهيبة. والصحراء الغربية حتى هي أصلها موريتاني. لا وحيد صافي الله يعاون. سلام. يعاونك خويا. لا سلوكية بدات. مرحبا. غير تقاتل معهم. مرحبا. سير قسم نقول لهم احنا تحت موريتانيا انتم كتكذبوا علينا. تلاقيت مع واحد مسخوط الوالدين، واحد البوليزاري، واحد البرهوش، ما قال لي فرع لي راسي قلب لي مخي. شتي؟ سير قسم.